الحمد لله القائل سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا آية مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى فيها إشارة من الإشارات إلى مثل هذه المجالس والمجامع التي لا تنقطع من عام الأمة كله، من العام الهجري، من لفتات عظيمة كتبها الله علينا وعليكم لنتعرف فيها على ما تجري فيها بركات المناسبات المحمدية. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا تعرفنا على ميلاده في ربيع فنحن سنتعرف على هجرته في محرم، وسنتعرف على إسراءه ومعراجه كذلك في رجب، وسنتعرف على نزول القرآن في رمضان، وسنتعرف على عطايا ومنن ومنح ما أسست في ذلك العالم ساعة بروزه وساعة حصول عطاء الله فيه، إلا لتبقى في هذه الأمة إعادة وذكرى وعلم وعمل وتأديب وتزكية وإعادة ترتيب للإنسان في حياته، لأن هذا العالم فيه تحدي بيننا وبين الشيطان، بيننا وبين المعاصي، بيننا وبين ما يظهر في هذه الحياة العامة من أمراض، من أغراض، من أعراض تضعف الإنسان أن يتعرف على شرف ما أودع الله فيه. فعندما تأتي المناسبات، والمناسبات جزء من دين الأمة، والمناسبات جزء من وعي الأمة، والمناسبات جزء مما يجب أن يعرفه الأمة عن تاريخها، ومن لا مناسبة له لا تاريخ له، ومن لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل له، لأن الله جعل الفرح كما هو معروف ظاهرة توجد عند الشعوب وعند الأمم وعند أهل الديانات وعند غير أهل الديانات، لكن نحن الذين ننتمي إلى الديانات وخاصة الديانة الخاتمة الجامعة الشاملة التي جمع الله تعالى فيها سر الديانات السابقة، وجعل فيها تصحيح الانحرافات، وجعل فيها بناء تربية الشعوب وتزكية الرجال والنساء على مراد معين لا حياد عنه ولا ميل عنه. هذا الشيء المعين هو ما جاء به صاحب الناصية المباركة التي برزت في شهر ربيع الأول. ولذلك جعل الله تعالى لمثل هذه الذكرى أمر مهم جدا في حياة الأمم كلها. ما سبق نبي ولا رسول إلا وأعطى الشعوب خبر عن هذا النبي محمد. ما جاءت رسالة في تاريخ البشرية من عهد آدم إلا وأعطت خبر عن هذه المرحلة التي سيبرز فيها النبي محمد من أولها إلى نهايتها، لأن مرحلة نبينا محمد برزت بميلاده وتنتهي بقيام الساعة. هذه كلها مرحلة النبي محمد وميلاد الدعوة المحمدية الجامعة الشاملة. بعد نأخذها بالتفصيل، نضع الميلاد والتنشئة والتربية الأولى خلال 40 سنة، ونضع بعد ذلك المرحلة المكية من البعثة إلى الهجرة، ثم نأخذ بعد الهجرة من تأسيس الدولة المحمدية الإسلامية الربانية الأبوية النبوية في المدينة المنورة إلى حجة الوداع، وانتهى بعد ذلك البيان الأخير في حجة الوداع من حيث وجود الذات المحمدية. لكن برز المنهج، برزت التربية، برز السلوك، برز الفيض، برز العطاء، برزت الهمم، برزت الهويات التي تميز بين الحق والباطل، بين الإيمان والكفر، بين السلامة والتحريش، بين الخير والشر. منذ تلك الساعة وانتقل الحبيب عليه الصلاة والسلام وقد أتم الله النعمة يوم قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كلنا نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا السقف الذي كلنا نلتجئ إليه،
والمرجع الذي نرجع إليه، والشرف الذي نتشرف به، والمظهر الذي نبرزه للعالم. ومثل هذه المناسبة التي هي جزء من الأجزاء التي يجب أن يتحمس لها المسلم، وأن يتعرف على شرفها المسلم، ويعرف أنها جزء من تاريخك الذاتي، باعتبارك إنسان منتسب لنبي اسمه محمد بن عبد الله. جعل الله تعالى الأخبار الشرعية الربانية تتحدث عنه قبل مجيئه، حتى الهجرات التي جاءت إلى جزيرة العرب من الأمم الأخرى ما جاءت إلا لأجل الخبر الذي ورد في الكتب السماوية أن جزيرة العرب موعودة بنبي آخر الزمان. تحرك كثير من الأحبار، كثير من الرهبان، كثير من القساوسة، كثير ممن اطلع على الكتب السماوية، سافروا من أوطانهم من أجل هذه الناصية، من أجل هذه الذات المحمدية، حتى بعضهم اعتقد أن هجرته من تلك المواطن في العالم إلى تلك المواطن التي يتشمم فيها ظهور النبي الكريم أحب أن يدخل إليها لعل أن يكون بينه وبين الأسرة المحمدية شيء من النسبة، إما بحكم الزواج أو بحكم المصاهرة أو بحكم المقاربة أو غير شيء، حتى طمعت بعض الشعوب أن يكون محمد منها. بل طمع موسى عليه السلام أن يكون من أمة محمد. أما ترون يا أخواني أننا في مثل هذا الميلاد وفي مثل هذه الذكرى يجب أن نرفعها ونرفع مستوى إدراكنا لها، حتى نتعرف أننا لا نتحدث إلا عن شرف يخص كل مسلم، يخص كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ما يأتي بعد ذلك بين الناس في جزئيات الأمور مما يختلفون عليه تلك مسألة تجري مجراها في العلم، تجري مجراها في النصوص، تجري مجراها في الفهوم، تجري مجراها فيما اختلفت عليه الأمم السابقة واللاحقة. ما من مسألة في العلم إلا واختلف عليها لسبب وآخر. لسنا في شأن الاختلاف، فلن يكون ميلاد النبي محمد موقع اختلاف في أمة مرحومة. ما كان مولد النبي إلا ميلاد وعي، ميلاد ترتيب، ميلاد فهم، ميلاد يقظة، ميلاد إحساس، ميلاد أنفاس، ميلاد إيمان، ميلاد إسلام، ميلاد إحسان. وإلا ما فائدة الاجتماع؟ لماذا تجتمع الناس في هذا العالم؟ ما من عالم إلا وله اجتماع. أهل التجارة لهم اجتماعات ولهم معارض ولهم شيء كبير، لأنه من العلم بمكان أن الاجتماع له أثر نفسي وله أثر شعبي وله أثر رسمي وله أثر اقتصادي. وقس على ذلك، لأن في الاجتماع تحصل أشياء ما تحصل في الانفراد. وإذا أنت مستمطر للرحمة، أنت مستمطر للرحمة. وما هي الرحمة؟ الرحمة المهداة. قال عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة. هذه هدية، هذا عطاء رباني. يخص من؟ هل يخص الزمان اللي ولد فيه؟ هل يخص شعب من الشعوب؟ هل يخص أسرة من الأسر؟ هل يخص مجتمع من المجتمعات؟ هل يخص مذهب من المذاهب؟ كلنا مجمعين على أن كل العالم الإسلامي له قاسم مشترك في النبي محمد، وأن دراستنا منذ الصغر وتعليمنا في الكبر وتخصصنا في الدراسات لابد أن يكون جزء منه يتعلق بالذات التي حملت لنا هذا الشرف. ما ندرس الإسلام مجرد عن الذات المحمدية، ما نقرأ القرآن بعيد أن نعرف عن صاحب الرسالة المنزل عليه القرآن، لأن هذا رحمة مهداة لنا. ومن الذي أهداها لنا؟ من الذي أعطاها لنا؟ من الذي هيأها لنا؟ من ميز هذا الزمان؟ من ميز هذا العصر؟ من ميز هذه الذات؟ من ميز هذه الأمة؟ صدر بها قرار من العالم، صدر بها قرار من رب الكون، صدر بها قرار من المولى لتشريف الشعوب التي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورد الأمر ودحض كل فهم وكل رأي لا يعرف مقدار هذا الشرف العظيم في كلمة التوحيد،
كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الذي قالوا لا إله إلا الله موسى رسول الله قال لهم أؤمنوا أن الرسالة الخاتمة الجامعة هي رسالة محمد بن عبد الله. الذي قالوا لا إله إلا الله عيسى رسول الله، عيسى كلمة الله، عيسى روح الله، قال لهم أؤمنوا أن لا إله إلا الله في آخر الزمان مقرونة بمحمد رسول الله. وهذه الشهادة التي يرقى بها كل شعب في العالم. ولذلك انقسمت الأمم بعد هذه الدعوة إلى قسمين: أمة إجابة وأمة دعوة. أما أمة الإجابة كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من ساعة البعثة إلى قيام الساعة، يسمون هؤلاء أمة الإجابة. وأما أمة الدعوة فكل هذا العالم الموجود من ساعة البعثة إلى قيام الساعة تحت أي جنسية، تحت أي مسمى، تحت أي بلد، تحت أي هوية، تحت أي قبيلة، كانت مسلمة أو كافرة، تدخل في دائرة أمة الدعوة. وهذه أمة الدعوة التي يأتي نبينا يوم القيامة يقيم عليها الحجة ويشهد عليها وعلى الأمم السابقة، لأن هذه الأمة بارك الله فيها، بارك الله فيها بمحمد صلوا عليه. وإذا كنا بارك الله فيها بمحمد نعلم أن البركة بدأت من ساعة الميلاد، وأن ذكر الميلاد في مثل هذه الساعة تحتاج منا يا إخواني تنظيف وتطهير للأوعية. كل واحد مننا ولد مثل ما ولد غيره، ولا زالت الأرحام تفوق للعالم كل يوم وكل ليلة آلاف المواليد. ما أكثر المواليد، تروح المستشفيات اقرأ فيما ترى في هذا العالم كم كل يوم يولد في العالم. هل في هذا العالم من المواليد من يستحق التوقف لحظة مثل ما نتكلم عن ميلاد محمد بن عبد الله؟ توقفت حركات الكون، توقفت حركات الملكوت أمام هذه الولادة. قالوا نموذج من الملكوت الجن، عالم من العوالم ربما كثير من الناس لا يدري عنهم، لكن كتابنا العظيم سمى سورة في القرآن سورة الجن، لأجل نعلم أن الإسلام والدين ربط بين العوالم العلوية والعوالم السفلية والعوالم الظاهرة والعوالم الباطنة. لكن لأننا الآن نعيش مرحلة فقر من العلم، نعيش مرحلة انفصام عن القرآن، نعيش مرحلة انفصام عن السنة إلا القليل القليل. هذا لما ننظر أن الله وصف أخبار الجن في القرآن، وأن أول أمة من الأمم انزعجت من ميلاد النبي محمد وتغير عندها الشأن هؤلاء من الجن الذين قالوا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، على لغة زمانكم حال الطواري. كل يوم يطلعون العفاريت والجن يسترقون السمع. في شيء مثبت في القرآن، لا خرافة ولا أسطورة. فلما وصلوا إلى السماء الأولى وجدوا العالم تغير، وجدوا العالم كله حرس، وجدوا العالم حال الطوارئ ما في اختراق. قالوا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الجواب بلى والله أراد لنا رشدا بميلاد النبي محمد. ولد النبي محمد تحركت الملائكة في السماوات لمنع أخبار الجن، لأن هذا العالم بدأ بأخبار جديدة. الآن العالم الملكوتي العالي لن يسمح للكهنة ولا للسحرة ولا لأولئك الذين يتلاعبون بالعالم وبالعقول وبالناس أن يستخدموا ما يأتيهم من وحي الجن، فإن العالم قد حرس لأن النبي محمد ولد، لأن الناصية المباركة برزت. هذا نوع من التغيير الذي نحتاج إلى دراسته، نحتاج إلى قراءة التاريخ مربوط بالديانة، نحتاج إلى أن نفهم أن قضية الميلاد ليست صراع بين أمة، أن قضية الميلاد ليست إثارة غضب على أحد، أن قضية الميلاد جزء من العلم الشرعي الواعي الواجب، الدارس المثقف العالم المتعلم البحر في العلم. كلنا لا نستطيع أن نبلغ ذرة
من الفهم إلا إذا عدنا ترتيب إدراكنا مربوط بهذا التسلسل المنهجي الذي جاء به المولى سبحانه وتعالى في القرآن. فتحدث أولا عن ميلاد هذا النبي، فضلا عن أن نتكلم عن ميلاد آخرين، تكلم عن ميلاد عيسى، تكلم عن ميلاد موسى، لأن هذه نماذج، وهذه النماذج كما ترون أنتم يا إخواني في عالمكم المعاصر وفي عالم التجارة، إنك ما تقدر ترى كل شيء بعينك، لكن يعطونك نموذج تعرف من خلاله نوع البضاعة. واليوم نحن ما عشنا ميلاد النبي، لكن نريد نموذج يعرض علينا بالصوت، أو يعرض علينا بالتفاعل، أو يعرض علينا بالاستئناس والاجتماع، ونستشعر فيه تلك الذات المباركة التي رعاها الله في الأصلاب، رعاها الله في الأرحام، رعاها الله في الميلاد، رعاها الله في البعثة، رعاها الله في الهجرة، رعاها الله في الإسراء والمعراج. ماذا حصل؟ هل نقدر نضع هذا الإنسان المتميز أمام أي شخصية في العالم؟ حتى الأنبياء باعتراف القرآن عليهم شرعا وميثاقا وعهدا أنهم جميعا كل من تولى شرف النبوة أن يقسم على نفسه إذا أدرك محمد أن يكون تابع لمحمد، أن يكون تابع لمحمد. هكذا أخذ عليهم المولى العهد والإصر أن يكونوا مع النبي محمد. وبعد ذلك لما ذكر أولو العزم، هذا لأجل نعرف التميز، والتميز هذا يخصنا نحن، ما بيأتي من أي مكان في العالم خبر بهذا التميز إن لم نغوص في القرآن ونتعمق في السنة، ونعرف أن هذا الشرف يخص كل إنسان في هذه الكرة الأرضية يعرف مقدار النبوة. قال الله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هو الجمعهم، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، 5 أنبياء ذكر الله نبينا محمد أعلاهم. هذا العلو لا يعني فيه السياسة على أحد ولا زيادة فيما يعتقد الناس على الأنبياء، ولكن إبراز للنعم وإبراز للحكمة وإبراز للمقام. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. هذا التفضيل يريدنا مولانا من خلال القرآن لا من غيره، من خلال السنة لا من خلال غيرها، أن نعرف شرف ارتباطنا بهذا الإنسان، فنتذكر هذه الفضائل لأجل نوجد توازن. العالم الآن مليء في هذا العالم بالحشود الفكرية والثقافية والرؤى والمفاهيم والأطروحات والصراعات والنزاعات، ما أعتقد أنكم ما تدرون بذلك، كل يوم نعيشها. وجاءت الوسائل العصرية ذات الطين بلح في أن يعيش الإنسان متناقض، أو يعيش غريب في حياته، أو يعيش أزمة في ذاته، بل بعضهم يعيش أزمة في اعتقاده، أزمة في اقتصاده، أزمة في تربيته، أزمة في تعليمه، أزمة في رزقه، أزمة مع أسرته، أزمة مع زوجته، أزمة مع جاره، أزمة مع والديه، أزمة مع دراسته، ومع ما يراه من التناقضات حتى بيننا نحن الذي نحمل منهج النبوة ونتكلم عن الإسلام. نحن نعيش أزمة، وإلا ما توجد هذه في حياتنا. إذن هل هذه الأزمات مفتعلة ولا طبيعية؟ الجواب: هذه الأزمات في هذه الأمة مفتعلة. وأما الوضع الطبيعي لأمة محمد فعلاجها فيما جاء به النصوص القرآنية. ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا يا إخواني يحتاج مننا إلى دراسة جديدة. جزا الله خير اللي قد درسوا واللي قد بحثوا والذي كتبوا والذي فسروا والذي أولوا والذي استخرجوا لنا المفاهيم، لكن هذا بحر لا ينضب. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ولو توجه الجيل المحمدي، جيل القرآن، جيل السنة، إلى الربط من خلال القرآن من خلال السنة مع السيرة مع التاريخ، والربط الواعي فيما يتعلق بالمناسبة وأثرها على الأمة وإعادة بنائها وإعادة
تماسك الجيل، تماسك الأسر، تماسك الكبار، تماسك الصغار، تماسك أهل المذاهب، تماسك أهل لا إله إلا الله من خلال المناسبة وحدها، وقرأوها قراءة واعية من القرآن والسنة لوجدوا الأعاجيب. سورة الكهف واحدة من السور التي سن لنا أن نقرأها كل جمعة. هيا اسمعوني، لماذا نقرأها كل جمعة؟ ما السر في سورة الكهف أن نقرأها كل جمعة؟ ولما نبدأ ننظر ونفصل سورة الكهف نجد أن سورة الكهف هي عبارة عن عرض لمناسبات ولحكايات ولأخبار جرت في التاريخ الإنساني، ربما لا يكون فيها آية تخص التاريخ الإسلامي. اللي يخص التاريخ الإسلامي بالذات وخاصة مرحلة النبي سورة التوبة، سورة المنافقون، هذه تخص مرحلة النبي ذاته لما كان يعيش. لكن سورة الكهف نلزم بقراءتها كل أسبوع لأن فيها قراءة التاريخ بالمناسبات، ربط المناسبة، والجمعة مناسبة، وتقوم الساعة يوم الجمعة، حتى الصلاة في الجمعة تختلف عن بقية الأسبوع. هذا الاختلاف، هذا التميز، هذه الخطبة التي أمر المسلمون أن يعلنوها في يوم واحد في العالم كله تشير إلى وحدة وعي، ذلك وبعض أشياء مبنية على المزج بين جزء من العلم وجزء مما يتعلق بشأن ما فوق مستوى العلم وهو الغيب. ولذلك هذه الموالد وهذه المجالس لما نريد نخاطب العالم، عالم الصناعة، عالم الزراعة، عالم التطور، عالم التقدم، عالم التحول، ماذا نقول لهم؟ لماذا نحن نحرص حرصا يقينيا على أن نبرز شرف هذا النبي الكريم؟ لأنهم إذا أدركوا هذا الشرف نالوا التاج الأكبر في الدنيا والآخرة، كما قال الله لما تكلم عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. اللي هو حريص منكم على صاحبه ويرى الخير في مجلس أو يرى الخير في عمل أو يرى الخير في شيء يقول له تعال، لا يضيع عليك الفرصة، لا تذهب عليك الفرصة الذهبية، ادخل مع هؤلاء، احضر مع ذاك، استفد من هذا الأمر. هكذا يقول الله لبني إسرائيل وللنصارى وللشعوب لترونها الآن سواء كانت مهيمنة على العالم أو ساكتة، يقول لهم تريدوا الخير، أنا جعلت الخير في هذه الأمة المحمدية، في أمة الإجابة الذي قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتؤمنوا آمنوا بعيسى وآمنوا بمحمد، ما آمنوا، ما صدقوا. أراد الله أن يبرز لنا أن هذا النبي الكريم كما نتكلم عن ميلاده فيجي يوم من الأيام عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وهذا ثابت في الحديث، بينزل في المسجد المعروف الجامع في دمشق على ظهر جناح ملك، وبيهز العالم لأجل الربط الجديد بين الديانة والتاريخ. فيقول لهم الذي ما أمنتم به أنا عيسى نزلت. فينزل عيسى عليه السلام إلى العالم الإنساني لأجل يرد اليهود ويرجع النصارى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضرب الجزية ويعيد الترتيب الذي ما قدرت أمة محمد أن تفعل فيه شيء. ما استطاعت أن تعالج، تأزمت وتنازعت واختلفت ووقعت فيما وقعت فيه وضاعت في هذا البحر من الخلاف والنزاع الذي ما رفع فيه مسلم رأسه، بل كل المسلمين على هزائم وعلى ضعف وعلى جهل وعلى نزاع، مع فرح، مع كبر، مع عجب، يتركهم ربنا على ما هم عليه حتى تأتي الآيات الأخرى ليتبين أن المولى لا يترك هذه الأمة إلا ويبرز فيها معاني من معاني الآيات. علينا نحن في كل عصر وفي كل زمان نرفع أيدينا إلى المولى أن يحفظ الأمة ويرعى الأمة ويجمع كلمة علمائها ويجمع كلمة حكامها ويجمع كلمة عقلائها ويجمع كلمة الآباء والأمهات في تربية الأبناء والبنات. هذه مسؤوليات. الله أمرنا أن نعتني بالأولاد والبنات في كل شيء، صلاتهم وصومهم وعبادتهم وأخلاقهم وآدابهم والتعرف على شرف نبيهم محمد. ما هم بغوا الشفاعة، بنأخذ الشفاعة من بيعطينا الشفاعة؟ إذا أعجبت بأحد في هذا العالم يملك الشفاعة، يملك النفاعة، ربما ملكها في الدنيا وجزاها الله خير،
لكن نحن نتكلم عن تأصيل مرتبط بالقرآن والسنة، فتعود عائداتها عليك وعلى ولدك وعلى بنتك وعلى زوجتك وعلى ليلك وعلى نهارك. فهذه المظاهر وهذه المجامع ما لها إلا أن تبذر في قلوبنا ميلاد المحبة لسيد الأحبة صلوا عليه. وبعد كما سمعتم بعد الميلاد المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما يليق نسمر الليلة هذا السمرة المباركة وبعد نجلس بلا صلاة فجر، لا، ما هي محبة للنبي، هذا ضحك على الدين وعلى الإسلام وعلى الحبيب وعلى دينه. ولكن المراجعة والتوبة والاستقامة والتنبيه، ننبه أولادنا بناتنا لصلاتهم لصومهم لعبادتهم لآدابهم بكل ما يتعلق بهذا الشرف. بهذا تعود اللحمة ويصبح للميلاد وللمناسبة فائدة ونفع وإعادة كما هو معلوم فيما كتبه الله. اقرأوا القرآن وأختم كلمتي بذلك من سورة التوبة، قال إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إيه 12 شهر؟ على ما تسمون 12 حصة. هذا تقسيم رباني لمنهج رباني في الحياة. قال إن عدة الشهور عند الله. تعال يا صاحب المدرسة، كم عندك حصص خلال السنة؟ كم تقسم المنهج خلال السنة؟ كم ترتب المدرسين؟ تعال ندخل نحن وياك في الأشهر الهجرية من القرآن. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. هذه زيادة، فلا تضربوا فيهن أنفسكم، فيها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بعضهم فسروها بالقتال والجهاد في سبيل الله، ويفسروها العلماء أن الجهاد له معاني، جزء منها الاهتمام بهذه 4 الحرم وبغيرها من الأشهر، وكل شيء له في الإسلام مناسبة. وفي المناسبة لا يجوز الخروج عن الشرع، في المناسبة لا يجوز تجاوز الكتاب والسنة، في المناسبة لا يجوز تحميل النبي أو تحميل الرسالة أو تحميل القرآن أو تحميل كلام الحبيب ما ليس منه. لكن العادة الواعية الحمد لله نحن نعيش على وضوح، نعيش على صفاء، نعيش على سلامة. ما تركنا رسول الله في ضياع ولا تركنا نخبط، بل بين كل شيء. نسأل الله يجزي عنا خير. اللهم اجزي عنا نبيك خير الجزاء، واجزي العلماء الصالحين خير الجزاء، واجزي الوراث والأئمة الذين جعلت فيهم سر التسلسل الوراثي النبوي الأبوي الشرعي خير الجزاء، واجزي كل العلماء الصالحين الذين خدموا الكتاب وخدموا السنة وخدموا الأخلاق وخدموا الأمة. اللهم بارك لنا في هذه الليلة، واجزي صاحب المكان خير الجزاء على هذا الاجتماع وعلى هذا المجمع المبارك، ونسأل الله يدخل نية بعضنا في بعض. اللهم إن في هذا المجلس من الصالحين ومستجاب الدعوة ومحبي رسول الله من أنت أعلم بحاله وبذاته. أسألك اللهم أن تقبلنا جميعا بسر هذا الاجتماع وبسر ذكرنا لك يا مولانا، وبسر ذكرنا والصلاة على حبيبك ونبيك محمد. ولا تخرجنا من هذه الساحة ولا من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا كل ذنب وسترت لنا كل عيب وأصلحت لنا كل شان، وكتبتنا في هذه الساعة ممن نصر الحبيب محمد. اللهم اجعلنا من أنصار هذا النبي، اللهم اجعلنا ممن سار على نهج النبي، اللهم اجعلنا ممن تعرف على شرف هذا النبي. اللهم عرفنا شرف هذا النبي في ذواتنا، وعرفنا شرف النبي في أولادنا وإخواننا وأزواجنا وذرارينا، وفي علاقاتنا العامة وعلاقاتنا الخاصة، واكسبنا رحمة من تلك الرحمة التي وضعتها فيه، واكسبنا أدب من ذلك الأدب الذي أودعته فيه، واجعل قلوبنا يا مولانا تتحرك لمحبة هذا الحبيب ولذكرك ولشكرك ولحسن عبادتك ولحسن العلاقة بين أمة محمد. اللهم اجعل من هذا المجلس معنى من معاني المحبة يكتب عندك في ديوان الأحبة حتى نلقاك وأنت راضي عنا، ونلقى حبيبنا وهو راضي عنا. ونسأل الله أن يعطينا وإياكم السول والمطلوب، ويعطي صاحب المكان ما نوى في هذا المجمع، وكل من له نية وكل من له مطلب من الحاضرين. أسأل الله أن نتوجه إليه بهذا النبي الكريم وبهذه الساعة الشريفة وببركة الميلاد إلا ما أصلح الله لنا كل شان. يا مجيب الدعاء استجب الدعاء، يا مجيب الدعاء استجب الدعاء. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، وقلت في كتابك العزيز أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. اللهم انظر لإخواننا في فلسطين، اللهم انظر لإخواننا في غزة، اللهم انظر لإخواننا
في العراق، اللهم انظر لإخواننا في الشيشان وفي الصومال وفي كل بلاد، وانظر إلينا في جهلنا، وانظر إلينا في غفلتنا، وانظر إلينا في نسياننا، وانظر إلينا في لهونا، وانظر إلينا في لعبنا، وأخرجنا من هذه الغفلة التي ضربت على الآذان وضربت على القلوب وضربت على الأرواح. اللهم ابرز لنا سر حبيبك ونبيك محمد حتى نتعلق به ونحبه ونحسن الاتباع له، واظهر لنا سر العبادة، واظهر لنا سر صحيح العادة، واظهر لنا سر بعضنا البعض حتى تظهر معاني المحبة فيما بيننا على مرادك وعلى مراد حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وصلى الله على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والعفو منكم.